انا مبسوطه. يا بعصام هيو جايب. اهلا وسهلا فيكم احلى متابعين في قناه يوميات ام عصام من غزه. طبعا ايام كيف بتقولكم جبنا بامبرز لعصومي. طبعا من يوم ما حكوا تم وقف اطلاق النار، او حرفيا من يوم. كيف حالكم؟ قولوا لآية كيف حالكم. قولي لهم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. طبعا يا جماعة ايش كنت احكي؟ اللي حابب يدعمنا، طبعا اي حدا حابب يساعدنا يتبرع لنا يتواصل معي على الواتساب، او هاي في رابط الجو فاوند مي موجود في القناة. عصوم ابو الكور ضل يلعب في الكورة. طبعا يا جماعة واخيرا اليوم جبنا ايش هاد؟ بامبرز لعصوم. طبعا من اول الحرب وحتى بعد وقف اطلاق النار، يعني إلنا حوالي 6 شهور بعد الهدنة الاولى، اول مرة لحتى الان يطلع لنا اشي كابونا او طرد غذائي او اي شيء. اول مرة اليوم يطلع لنا الحمد لله. طلع لنا كيس بامبرز. فرجيهم كيس. طبعا بتمنى المساعدات تصير توصل لنا، لانه لحتى الان انا شايفة على النت انه وصل مساعدات كتير. دوري انه في مساعدات كتير وبتصل. الحقيقة مش زي النت، للأسف ما بيصلنا أي نوع من المساعدات. اليوم ولأول مرة وصلنا باكيت بامبرز لعصوم، وإن شاء الله بتصير توصلنا بعد هالجيت. طبعا اليوم قررت أعمل حلو جديد نفسنا فيه زمان عن الحلويات بسبب رخص الأسعار، فقررت أعمل حاجة حلوة للأولاد بدل عشاء بدل فطور، يعني تكون إشي زاكي يحبوه الأولاد وناكله يكون زاكي. قررت أعمل سينابون. خليكم معي، خلينا نتفرج شو بدنا نعمل. طبعا هيني عجنت العجينة ما شاء الله وخليتها تخمر وتمام التمام. هالقد بدي أبلش أقطعها وأفردها وأحشيها. الحشوة طبعا قرفة مع كاكاو مع سكر وشوية سمنة شوية سيرج المتوفر عندكم. هيني بدي أبلش شغل فيها. وانا بصور في الفيديو سمعت صوت دوشة، فاكتشفت انه في مقطورة كراتين بسكوت واقعة على باب المدرسة، والكل قاعد بيجري. كل رجال المدرسة بيجروا عشان يجيبوا كراتين. ابصر ايش يصير معهم. ابو عصام راح يا رب يجيب لنا كرتونة بسكوت. ايه ايش في؟ هيقول ايه مش عارفة. بنت صغيرة حاملة كرتونة. والله مرقة طلعت على الطبق الفوق. كل الناس تجري. ان شاء الله يا ربي الله برزق الجميع. ان شاء الله الله برزق الجميع. الكل متحمس لانه حرفيا اول مرة تنزل مقطورة هنا، يعني يملك من هنا مقاطير. هي واحد حامل كرتونة زي شايفينه. هيو يا سلام حامل كرتونة. انا بضعف هيك. يا رب ابو عصام يجيب. حمل كرتونة ورجع يجيب كمان. هاد مسؤول المدرسة مركز الإيواء اللي احنا فيه. ان شاء الله ابو عصام بجيب. خليكم معنا. هاي الناس بتفوت بكراتين. شايفين كمية الناس اللي بتفوت بكراتين؟ كمية الناس ما شاء الله كتير ناس جايبين. لسه ابو عصام مش مبين. واحدة جايبة كمان. صغار وكبار كله بجيب. الله يرزق الجميع. يرزقهم يا رب. هي الوطن جاي يا رب ابو عصام يجيب. مش ضايل غير ابو عصام. طبعا كل الناس جابوا وابو عصام لسه مش مبين له اثر، وايه زعلانه بتستنى. هينا بنستنى لسه ابو عصام. البسكوت يا جماعه الخير. هاي البسكوت الشاطر. ايش؟ كل الدنيا ما حامله بسكوت وابو عصام لسه ما جاش. يا خساره. يا رب يكون جايب يا رب. عن جد انا الحماس راح. يا ابو عصام ما جاي. هيو جايب. هيا ابو عصام جايب تنتين بس مش بسكوت. بسكوت. جايب تنتين. يسعد الله. هيا ابو عصام. وين هي؟ هي بابا جايب بسكوت. هيو هذا جايب بسكوت معه. والله الحمد لله. هيو جايب. هي البسكوت. الله اكبر. واخيرا هو ضايل ولا ايش؟ كمان. شايفين؟ شوفوا فرجيهم. هذا عشان يا الجرح.
منشطر عشان يجيب بسكوت. هيو بسكوت ياي، واخيرا بسكوت. هي كمان كرتونه، وهي كرتونه بسكوت. الحمد لله الله رزق. يا سلام بسكوت ياي. ايه بابا جاب لك بسكوت؟ مبسوطه؟ خلص بطلنا نعمل سينابون. هي بسكوت بالتمر، هذا تاني بس مش نفس اللي بالكراتين. بالكراتين عادي وهذا بالتمر. يا سلام عن جد انا فرحانه، انا مبسوطه. الحمد لله الله رزق. وطبعا هيني عملت السينابون، هي القرفة والسكر والكاكاو، وهي العجينة بعد ما جهزت وحشيتها وقطعتها هقد بدي اوديها على الفرن. طبعا العجينة قسمتها من النص، صار فيها موقف صعب. قسمت العجينة من النص وفردت نصها وخلت نصها بالطنجرة. بعد ما فردتها التهيت شوية دقيقة، لفت وجهي لقيت عصام خابص على العجينة برجليه بالنص. للأسف اضطريت نص العجينة كله أكبه، والنص التاني هيو زي ما انتم شايفين قدامكم. هذه الكمية اللي ضايلة بس يلا معلش ايش بدنا نساوي. ضايل هذه من العجينة، بدي ارقها واحطها هيك في النص، بدي ارقها واحشيها. يلا بدي اوديها على الفرن وارجع لكم. طلعوا البسكوت كيف ولادي رموه. آية هاي مبسوطة؟ نعم. بدها تروح معايا نخبز السينابون في الفرن. ماشي حاخدك معايا. ماشي بمسك ايدك. يلا بنرجع لكم. وهيها بعد الخبز، هي هيك المنظر بعد الخبز. مش عارفة اذا واضح ولا لا. هي هيك ياي لذيذ. هالقد بدي احط القطر، بدي اسقيها بشوية قطر مش كتير نتفة هيك، بس عشان ايش تصير قطرة. ياي هشة لذيذة. شايفين كيف الطراوة. بدي اسقيها نتفة قطر. وهيها بعد القطر. اظن اللمعة واضحة صح يا آية؟ ايش يا آية بدك؟ ايش هذا اسمه؟ ايش؟ تعرفش هذا اسمه سينابون. يلا اختاري واحدة طلع لك اياها تاكليها. اي واحدة بدك من هدول؟ يلا عشان اعطيك اياها. طب يلا طلعي واحدة. هادي طلع لك اياها. ثواني. لا انا بنفعش انت شايفة سخنة عشان ياي سخنة لسه. واو هشة بشكل رهيب. يا سلام. زي الاسفنجة سخنة. خليها تبرد. حاضر خليها تبرد. طيب حابين ننهي الفيديو. طبعا شكلها رهيب واكيد طعمها رهيب. خلينا ننهي الفيديو يا آية ونقول لهم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أي حد حابب يساعدنا أو يدعمنا يتواصل معي على الواتساب أو على رابط الجو فاوند مي. بتمنى منكم يكون عجبكم الفيديو. فيديو حلو وشيق، وصراحة كان فيديو نهائيا مش متوقع يكون هيك الفيديو. أنا كل الفيديو كان كل فكري انه يكون الفيديو عبارة عن وصفة السينابون ونعمل سينابون مع بعض وإشي، بس اجت طريقة البسكوت وكيف وثقت لكم لحظة كيف سينابون وثقت لكم لحظة وقوع كراتين بسكوت عندنا قريب من المركز الإيواء، وكيف أبو عصام جاب لنا بسكوت وفرحتنا. عن جد كان هاد إشي من القلب ومش مخطط له نهائيا إن أصور هذا الفيديو إنه يكون في بسكوت. بتقولي آية أقول لكم إنه بابا انجرح. أكيد أبو عصام انجرح عشان يقدر يجيب كرتونتين البسكوت. بنحبكم كتير. نشوفكم فيديو جديد وباي باي. يلا قولي لهم باي يا آية. قولي لهم بحبكم. سلام.